كتب طارق بن زياد، انت شور ليبيا والوطن ولا شور بابا صدام؟ كانك شور ليبيا والوطن معناها تبع الجيش، وكانك كلك على بعضك كتيبة كاملة تبع بابا صدام، بابا الروحي متاعكم، معناها ميليشيا. وانتوا اصلا ميليشيا قاعدين في بنغازي، خطف واقتحام مراكز شرطة، وتقتحموا في نيابات، وتديروا في والمينا كل حاجة خشين فيها، وكل حاجة بالغصب. وني علاش من سندين على بابا صدام مثلا. الله يرحم لي كتبوها قدام طارق بن زياد هذي. اقسم بالله لو كان يطلع من قبورهم ان يقصوا لكم كرعي كم صدام كم بالكل. وانتوا اصلا كتيبة جيش، والله غالب صرتوا في الجيش، يعني بسم الله عليه الجيش وخلاص اللي يجي يلصق فيه. شو انتبهوا في ناس بنغازي؟ بنغازي فيها شرطة، وفيها مديريات، وفيها مغرق، تلقاهم غير قاصين الطريق بالممنوع، و14 ولا 14 في نص المفوزات. افغانستان هذه مش بنغازي هذه. واللي يدعي على الاب الروحي متاعكم حتى في تعليق تمسكوه تخرطوه تخطفوه تحطوه غادي ياكل طريحه مسكين. وهذا كله يا ريتهم غير عرب بنغازي فيها مسكين، فيها مراكز طارق بن زياد هذه. المشكله الشرفاء متاعين بنغازي ماتوا، ولا حاسه هم اللي قاعدين يسوقوا في تيوتات في طارق بن زياد. لكن المناصب الاصليات بابا صدام الروحي متاعكم مش معطين الكم يا شلتت اللي تخطفوا وتديروا في حركات وتخشوا على مراكز الشرطه. مسكين الناس برانيه، انتم غير قاعدين على البيبان انت عدو والدحنسه متاعك. كان هي قويه تلقى روحك راكب في سياره هي، كانك غنيت اوه عفاريت واي 21 الله يرحم اللي خلوها واسعه. وكتيبة طارق بن زياد راهي بنغازي كبدها دم منك، لانك انت ما تخدميش في مصلحه، ما تخدميش في مصلحه وطن، انت تخدمي في مصلحه الاب الروحي متاعك، مصالح شخصيه. وبنغازي راح بودهم دم منك. والجيش ما عمري ما حقيت جيش في نص المدينه. انا انت ايش تبوا يعني حد قاعدين في نص المدينه يعني؟ الجيش برا، نحن في المرج هنا ما شاء الله تبارك الله، مديريه قانطه المرج، مديريه ثمن قانطه المرج. ما عندناش محلات مخدرات في المرج نحن. انت اكبر كتيبه قاعده في بنغازي فيها، وبنغازي فيها اكبر محلات مخدرات قاعده عالمي يعني. ضروري نحسبها كم يعني. نا باش نوريكم الفساد من وين يعني. الفساد يحكي على روحه بروحه يعني، انا ما نحكيش عليه قاعد. مكانكم برا انتم، كتيبه مكانها برا. في مشكله تعالوا خشوا، ما فيش مشكله. وسبحان الله يعني انا مستغرب ان عرب بنغازي مسكت هيك غريبه، مش عارف كان عرب بنغازي خايفين في حاجه. ما مش منهم مساكين، من ال 14 ل 24 ساعه قدام وجوههم وني حاطين قدام وجوههم. والله يرحم اللي خلاها واسعه، اقسم بالله الله يرحم اللي خلاها واسعه. والله العظيم كان يردوا، بس كان يردوا منهم 20 واحد اللي خلوها واسعه هذول. ينظموا لهم، ينظموا الصفوف هذينا من جديد، خاصه بنغازي، لان بنغازي اكثر مدينه توا ما عادش عرفناهم اللي قاعدين عليهم، ولا ميليشيات ولا ما عادش فهمناهم. مش عارف وين وزاره الداخليه، ومش عارف طبيخه بنغازي اللي قاعده. ان شاء الله ربي يحفظ بنغازي ويحفظ المرج. نشهد بالله ان مدينتي الله ان شاء الله ربي يحفظك. ما عندنا الجو الجلتت والميليشيات والناس ما فيش، الحمد لله. ان شاء الله ديما طيبين.